السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي عندها مشكلة في البهتان في الصورة بسبب التصوير، ان انت لما بتيجي تطبع برنت عادي او تيجي تطبع حاجة على مكنة التصوير الكيوسيرا، الصورة بتطلع معاك كويسة. انما لما بتيجي تطبع لما بتيجي تصور الورقة بتكتشف ان الصورة خفيفة، يعني الجنب مثلا خفيف او فيها خففان، مع ان الصورة الاصلية كويسة جدا. فدلوقتي احنا عايزين نحل مشكلة التصوير، بحيث ان انا لما اجي اصور يبقى الصورة زيها زي الطباعة بالظبط. فطبعا اللي هيتفرج على الفيديو ده هيكملوا معايا الناس اللي عندهم مشكلة في التصوير مش في الطباعة. عندك مشكلة في الطباعة فدي بيبقى ليها حاجات تانية، انما انا بتكلم على الناس اللي عندها مشكلة في التصوير بيطلع خفيف والطباعة بتطلع كويسة. طب احنا نحل المشكلة دي ازاي؟ انا دلوقتي عايزك تتابع معايا الفيديو، تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلي على النبي، وتعالى نبدأ بقى كده علشان اعرفك ازاي تحل مشكلة البهتان في التصوير. طب ايه مشكلة البهتان في التصوير؟ بهتان التصوير بيبقى المرايات ملمومة عليها تراب وعايزة تتنضف. طب احنا دلوقتي عايزين نفك الوش. طبعا انا عارف ان انت ممكن تكون مش فني، انت صاحب مكنة عادية جدا، بس عايز تحل المشكلة بنفسك علشان ما تدفعش فلوس للفني اللي هيجي ينضف لك بس مرايات وكده. فانا اعرفك ازاي ان انت تقدر تعمل كل الكلام ده بنفسك من غير ما تحتاج لحد. احنا دلوقتي عايزين ننضف المرايات، وهما كام مراية موجودة وهتتنضف ازاي، وازاي افك الوش ده بنفسي، وانا مش فني ولا اي حاجة، بس عايز افك الوش وانضف المرايات بنفسي علشان بعد كده لو حصل معايا المشكلة دي اعرف ان انا احلها لوحدي. احنا اول حاجة هنطفي المكنة بتاعتنا من زرار السليب عادي جدا، وهنستنى لحد ما يطفي. لازم تعمل الحاجات ديت وتتأكد من انها ما ينفعش تطفي من زرار الباور على طول، لان انت لو طفيت من زرار الباور على طول ده ممكن يسبب مشكلة في كارتة الباور سبلاي، او ان تلاقي بعد كده الشاشة بقت سودا ما بتنورش. تمام، خلاص انا استنيت لحد ما الزرار ده ظبط معايا، فباجي بقى ان انا ايه، اطفي المكنة من الجنب. تمام، طفيت المكنة من الجنب، هبدأ بقى ان انا افك. ادي مسمار وادي التاني. تمام، هبدأ ان انا افك المسامير بتاعتي. ادي مسمار وادي التاني جوه. انا كده ايه، فكيت المسمارين بطريقة سهلة كده. بطلع، معلش كده شنور، هريح المسمار ده وهريح المسمار ده. كده اصبح انا فكيت هنا مسمارين كانوا في البلاستيكة، وريحت الاتنين اللي في الوش ده وده. ادي الاسكانر او الازازة، اشدها لكده، اشدها لهناك. بعد كده ابدأ ان انا اطلع الازازة بتاعتي اهي واخليها على جنب. دي المراية، ادي مراية اهي، وليها الدار بتاعها، وبيبقى فيه مراية تحت. طبعا عدسة الليزر دي يعني ارجح لك ان انت ما تقربش منها، لان دي بتسبب مشاكل ياما، بس ممكن بكونها ناشفة ان انت تبدأ تظبطها. طب احنا ننضف مراياتنا ازاي؟ ركز بقى معايا في الفيديو كده. انت هتجيب كهنة مثلا فيها مثلا نقطة اكاي مثلا، او اي حاجة بتطير بسرعة، وهنبدأ ان احنا ننضف المرايات دي كويس جدا لحد ما تبقى لو عليها تراب او حاجة تبقى شكلها بيلمع معايا. انا هبدأ انضف اهوت، وعادي ممكن تحرك الاسكانر كده عادي في اي اتجاه، شمال او يمين، وتبدأ ان انت تنضف كويس جدا. طبعا ما ينفعش يبقى مثلا حاجة مبلولة وتسيب مثلا اثار ان يبقى هنا في بلالين، والعكس بتاعها من ورا. ادي العكس كده، انا من ورا اهو. ببدأ ان انا انضفها من تحت. تمام، انضف من ورا كويس. انا بعمل معاك كل حاجه خطوه بخطوه وبالراحه اهوت، علشان ما يبقاش مثلا انت
في مرايه تانية هنا من تحت اهي، عشان هنا كده في 3 مرايتين وش وظهر. ببدأ ان انا انضف المراية من تحت، وبرضو برجع من ورا، هي نفس المراية، ببدأ ان انا انضفها من ورا. تمام، نضفت المرايات بتاعتي من ورا ومن قدام. ادي المراية وادي التانية تحتيها، بنضفهم من الوش ومن الظهر. ادي الوش وادي الظهر بتاعها، وبرده تحت ادي الوش وادي الظهر بتاعها من ورا. تمام، هتلاقي برده مراية اهو التانية في الحتة ديت من تحت كده. لو بصيت من تحت في الحتة ديت هتلاقي ان في مراية، مش لازم تبص عليها يعني. طلعت وسخة فعلا اهو زي ما انتوا شايفين المرايات طلع ازاي. وبعد كده هحط هنا اهوت برده في النص كده، وابدا ان انا امسح، لان هنا برده في النص في مرايه بالكونه كده، همد كونه جوه وابدا ان انا ايه امشيها، بحيث ان انا امسح كل الكلام دوت كده. ايه انا نضفت مراياتي. طب نيجي بقى ايه للمكان الخطر اللي ما ينفعش تهزر فيه. لو انت حابب ان انت تنضفه، بيبقى معاك كونه ناشفه جدا، بتحط صبعك كده من فوق بحيث ان هو ما ينفعش ان هو يتهز، وتبدا ان انت تديله مسحه كده، العدسه تديها مسحه كده من الجناب. طبعا تبقى مثبت صبعك، لان ده لو اتحرك ملي ممكن يبوظ لك الصوره ويعمل فيها ترحيل. خلصت كل الكلام ده ونضفت مراياتي، وابدا ان انا ارجع الازازه بتاعتي تاني. بنضف برضو الازازه بتاعتي، بنضفها من ورا ومن قدام كويس. بعد كده ببدا ان انا ادخلها من هنا الاول، من الجنب اليمين عندي، ادي جنب. تمام، دخلتها لجوه نهوت عليا، ونهوت بقى الحروف ديت انا عايزك تركز. بس هي كده دخلت جوه الحروف بتاعتها. بجيب البلاستيكه بتاعتي تاني واحطها هنا، وكده بقى ببدا ان انا اشغل مكانتي عادي جدا. وابدا ان انا اشتغل على المكنه بتاعتي، وان شاء الله الصوره هتظبط معانا وهتبقى احسن صوره. طبعا قبل ما ننهي الفيديو عايزك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، وما تنساش ان انت تتابع كل جديد، لان احنا ان شاء الله هنفيدك جدا ازاي تصور، ازاي تعمل صيانه للمكنه بتاعتك من غير ما تحتاج فني صيانه. فطبعا عايزك تقدر المجهود اللي احنا بنعمله ده عشان احنا نساعدك. والسلام عليكم ورحمه الله.